السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ مزيانين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم كيراتين او بروتين يا البنات للشعر اللي شعرها ديما مشعكك، ديما كرد، ديما شاحت. بهذا البروتين اللي جبت لك اليوم غادي يولي شعرك حريري رطب، غادي تولي فيه واحد اللمعان ودي يعمروا لك الفراغات وكتطول الشعر. بهذا البروتين والكيراتين اللي البنات كيرد لنا الشعر روعه. حيدي عليك البروتين اللي فيه مواد كيماويه وكيقرض لنا الزغبه وكيخرج لنا على الشعر نتاعنا. بهذا الكيراتين الطبيعي واللي مصاوب بمكونات بسيطه، كنتمنى البنات انكم تجربوه، وما تنساونيش بابوني ولايك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا عندي البنات حروره خضراء، غادي نقطعها. غادي نقطعها بهذه الطريقه هذه، نحيد ليها هاد الزريعه ديالها. نحيد هاد الوسخه البنات. نقطعها بحال هكا. وغادي نجيب كاس، غادي نضيف فيه هاد الحروره، غادي نضيف واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نطحن معكم هاد المكونات ونرجع معكم. ها هو البنات من بعد ما نطحن معانا، رجع معنا بحال هكا. غادي نجيب كاسرونه او صفايه نصفيه معكم. نحاولوا اننا نعصروه بحال هكا، تينزل غير داك الماء. الصراحه يا البنات راه بروتين واعر او كيراتين للشعر. الا تبعتي الوصفه معايا بلا ما ديري داك البروتين اللي كيقطع لنا الشعر وكيخرج لنا على الزغبه ديالنا، كيراتين طبيعي. بحال هكا. غادي نضيف عليه معلقه ديال النشا الذره او المايزينا، نخلطوه مزيان. انا درت كميه قليله وانتي على حساب الشعر اللي عندك تقدري انك تدوبلي المقادير. غادي نديرو فوق البوطه ونرجع معكم. نحطو كيطيب وحنا كنخلطو، ما نريدوش بالتخلاط. ها هو البنات بدا كيعقد معانا. ما نحبسوش من التخلاط نهائيا. ها هو من بعد ما طاب معانا وعقد ولا بهذا الخليط، خاصو يكون شويه البنات خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف.
نجيب زلافه صفايه ونصفيو هاد الخليط البنات. نصفيوه بحال هكا. شوفوا يا البنات، عندي هنايا بيضه، غادي نضيف فقط الصفر، الابيض لا. خلطوا مزيان يا البنات. الصراحه كيرد لنا الشعر، تولي دايره له البروتين او الكيراتين، وحتى كيغذي لنا الشعر ديالنا. خلطوه مزيان. غادي نضيف معلقه من زيت الزيتون، تيرجع معنا بحال هكا. شوفوا يا البنات، فقط عرفوا كيفاش تستعملوا الطريقه. غادي ديروا بالخصله الصغيره وتبقاو كتجبدوا بحال هكا، كتسرحي وكتجبدي بحال هكا الشعر ديالك وبالخصله الصغيره، وتخليه مده 2 سوايع مزيان. من تسالي غادي تلوي الشعر ديالك كامل، ديري على شكل سفنجه وديري له ميكا او سلوفان وتخليه مده 2 سوايع. وكنتمنى الا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش بابوني ولايك وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد. ومرحبا بكم وصفات ام ريان.